صباح الخير عليكم. النهارده معايا اجمل كلاينت على الصبح. انتوا عارفين يا جماعه انا بصحى الصبح؟ اكيد لا، بس انا بصحى الصبح بس للعملاء الجميله اللي هي زي منا. الله يبارك لك. تعالوا نتعرف على منا ونشوف ايه اللي حصل معاها في خلال رحله طريقها للقياده. ايه اللي حصل معاها الفتره اللي فاتت ووصلت لايه وجات لي بعد قد ايه. تعالوا بقى نسمع منها. وانتي بصراحه سادس مدربه اشتغل معاها، والله يبارك لك بجد. انا استفدت منك جدا جدا جدا، ويمكن اللي فات ده كله ما استفدتش منه اي حاجه، وانا مبسوطه جدا ان انا عرفتك وشفت صفحتك على التيك توك، وربنا يبارك لك يا رب على كل اللي بتعمليه. ايه الاخطاء اللي انت تعرضتي ليها خلال رحلتك في التدريب في السيشنات اللي بره اللي هي المدارس الاخرى؟ طبعا المطب اللي بناكله كلنا ده ما حدش عرفني ان اشيل رجلي بس وبعد كده اهدي، كل الحاجات اتعلمتها منك. الملفات كان لازم ان انا ادوس دبرياج وبنزين، لا ده ان انا اشيل رجلي وامشي والف واظبط العربيه واعرف ابعادي، كل ده لا اتعلمته منك. فدي حاجه ربنا يبارك لك عليها. يعني مش بيقولوا المعلومه كامله، يعني انت بصراحه اديتي المعلومه لاخرها، وازاي نتصرف في المواقف. يعني لو حصل ايه هنعمل ايه، مش هنقعد نعيط ولا هتزعقي وتقولي لا وده غلط، لا بتقولي وبتفسري ليه غلط. فدي حاجه نشهد لك يعني ان انت بجد ربنا يبارك لك فيها. يعني هيكون ليا بعديه المدرب السابع، هتروحي تتدربي وراه بعديه. انا السادس، هي جات لي بعد السادس مدرب يا جماعه، فهي هتروح هنعرف منها بقى هي هتروح بعديه هيبقى المدرب السابع ولا هتكتفي بيا ولا ايه الدنيا؟ لا هو انا هطلع اسوق بقى، خلاص كده كفايه. كده تمام قوي. انا شايفه انه كده تمام.